الاهلي في كاس العالم للانديه لكره اليد، الاهلي في كاس العالم للانديه لكره السله، ان شاء الله الاهلي في كاس العالم للانديه لكره القدم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. الاهلي في النهائيات ما عندوش شم مرحمين، النسر لما بيحلق في النهائيات اللي هيلمحوا هيمرجحوا. امبارح رجاله اوجستي او كتيبه اوجستي بيحصدوا اللقب، كان لابد ان انت بعد ما بتحصد الثلاثيه في مصر تروح افريقيا طلعوا عليها. الاهلي امبارح راكب الجيم، رغم ان الواحد في الالعاب الجماعيه في العاب الصالات راح بيحب يشوف النتيجه كل شويه كده، يقفل التلفزيون ويفتح التلفزيون ويطمن على النتيجه، الواحد خايف امبارح يتفرج يجي انتكاسه للاهلي، لكن الحمد لله بفضل الله الواحد لحق السداسيات مش الثلاثيات، الواحد لحق السداسيات بتاعت ايهاب امين امبارح. فالاهلي امبارح كان راكب الجيم، الاهلي امبارح رغم ان هم كانوا بيوزعوا الجوائز الفرديه قبل مباراه امبارح وتحس فيه يعني حاله توجه كده لرفع الروح المعنويه لفريق السنغال امبارح، لكن الاهلي ما رحمش، الاهلي امبارح مرجحهم، مرجح كل امبارح. فنسر الاهلي امبارح بيحلق في افريقيا بحريه تامه، والاهلي ان شاء الله يبقى اول فريق في العالم عنده كل الالعاب الجماعيه بتشارك في كاس العالم. انت بتتكلم في فرقتين اهوت، ان شاء الله يبقى الثالثه في كره القدم. بالنسبه بقى كره القدم الحمد لله شنو ازريدي، الاهلي بيعلن ان الشناوي جاهز لمباراه الوداد. ان شاء الله يكون الشناوي في مباراه سيراميكا كليوباترا ما بيشاركش وياخد برده اطول فتره تعافي، اكيد مليون في المية ان شاء الله. علي لطفي هيكون برضه مشارك ان شاء الله في مباراة النهائي باذن الله، هيكون موجود مع الشناوي، وطالما انت عندك حارس بطل اكيد انت هتبقى البطل ان شاء الله باذن الله. بمناسبة بقى مباراة سيراميكا كليوباترا، عم كولر اكيد الفترة اللي فاتت انت كان عندك مباراتين باي 11 لاعب انت بتلعب وبتكسب. مباراة طلائع الجيش الحمد لله انت خدت فيها ال3 نقاط وعلى طول عززت صدارتك وايمانتك في البطولة المحببة لديك. لكن مباراة بكره انت عندك فاصل زمني ما بينها وما بين مباراة الوداد. الحمد لله طلعنا من مباراة طلائع الجيش ما فيش عندنا مشاكل، لا مشكلة طبعا حكاية هتلر، ولو جبت قفشه وحلفته من هتلر هيقول لك والله ما اعرف انا كنت بحيي ابويا في الملعب، لكن الراجل يعني بيحيي ابوه، الراجل ما عندوش الا حاجتين القضيه وابوه بس، خلاص خلصت على كده. لكن جمهور الزمالك بمناسبه قمصه وزعله اكيد مجلس الاداره برضه اتقمص وزعل وراح قال لك لا احنا عايزين نلعب السوبر، ورفع قضيه ان هو يعاد مباراه السوبر، وحاطط فيها الاهلي وحاطط فيها اتحاد الكوره وحاطط فيها محمود كهربا، ونسوا يحطوا فيها الدوله المنظمه اللي هي الامارات كمان بالمره، يعني يطالبوها كمان ان هي يعاد المباراه. وممكن المباراه تعاد الزمالك يقول لك لا مش لاعبين بسبب كهربا، انهم ممكن يحطوا صح. فما عليه، الاهلي عنده فاصل زمن ما بين مباراه سيراميكا بكره ان شاء الله ومباراه الوداد، لا فتره لا تقل عن 6 ايام، فانت عندك وقت ان انت تطبق استراتيجيتك. عم كولر ريح اللعيبه، اكيد انت عايز في مباراه بكره اللعيبه تاخد تاني حساسيه المباراه، اللعيبه اللي كانت مريحه بقى لها مباراتين زي بيرستاو، عندك حسين الشحات، كذلك انت اكيد هيبقى عايز تجرب بعض الجمل الفنيه، لان احنا هنشوف رصه سيراميكا كليوباترا بكره قدام الاهلي، اكيد هنشوف رصه اقوى منها في مباراه الوداد، ولاعيبه الوداد واخدين مننا بطولتين، فاحنا اكيد هننزل المباراه ديت عندنا شويه حساسيه، عندنا شويه ممكن قلق شويه ان انت باللقب انت حابب تحصده ان شاء الله، وفي نفس الوقت ترد الصعصعين للوداد. فبالتالي الوداد عمل مباراه جيم كبير جدا قدام صن داونز في رصه دفاعه، اكيد هنشوف الرصه دي بكره ان شاء الله او في مباراه الوداد. فانت عندك بكره فرصه ان انت تعاود يعني تقدر ان انت تعمل شويه جمل، انت تقدر برضو تاخد يعني ازاي تفك التكتل، تعود اللعيبه. المهم بكره عم كولر ان شاء الله يكون موفق في ان هو يختار اللعيبه اللي هتلعب، يختار التكتيك اللي هو يلعب بيه، سواء بقى هيريح اللعيبه هيقعد اللعيبه، المهم في النهايه انت تنزل مباراه الوداد ما عندش مرحمين، اللي احنا نعرفه كجمهور قال ان احنا نحصد اللقب ان شاء الله، ولما لا ان شاء الله نحصل على الساعه الكامله، الجمهور يكون موجود، يكون عندنا كل فرص العداله. احنا سمعنا اهوت ملعب محمد الخامس هيكون مكتمل العدد، والمدرج رقم 6 هيتفتح للاعيبتهم بشكل طبيعي، فبالتالي الاهلي عايزين هنا. الوزير امبارح طلع قال لك ان شاء الله نحصل على اكثر من 20,000، ايوه 20,000 هنحصل كام؟ 25 مثلا يعني. المفروض وزير الرياضه، احنا مش عايزين نعق شويه بس المهم وزير الرياضه ده دوره ان هو يطور المجال بتاعه اللي هو بيشتغل فيه او هو مسؤول عنه. احنا لحد النهارده ما بنتطورش، احنا بنرجع لورا بعد ما حصلنا على اعداد كبيره بنرجع لورا تاني، لكن ما عليه. الاهلي ان شاء الله قادر على ان هو ياخد كل الموافقات الامنيه ان شاء الله باذن الله، وجمهوره اكتر جمهور بيلتزم ان شاء الله. الاهلي باذن الله جمهوره يكون موجود معاه، هو رقم 1 في المعادله ديت، ان شاء الله الاهلي يحصد اللقب ان شاء الله. عم كولر زي ما بنقول يكون موفق من بدايه من مباراه سيراميكا كليوباترا، سواء بقى اللعيبه اللي هتشارك، سواء انت عايز بقى تدرب بعض الجمل، سواء انت عايز بقى يعني تشوف مثلا بدائل لحمدي مروان عطيه وحمدي فتحي، بحيث لا قدر الله حد فيهم حصل على انذار وهيغيب عن مباراه الاياب، يبقى انت بتدي له حساسيه وفي نفس الوقت بيكون عندك خيارات كتير. الحمد لله بعوده السوليه اكيد ان شاء الله باذن الله ممكن ان احنا نشوف سيناريوهات تانية كتير جدا، لكن الافضل عندنا عند الاهلي ان شاء الله ان احنا نحصد اللقب ويكون فرحه عام كبير جدا للاهليه. اكيد
بنقرب من حصدنا اللقب لبطوله الدوري، بالوصول لنقطه 77 ان شاء الله الاهلي يحصد اللقب. عندك 6 مباريات اهوت تاخد فيهم 18 نقطه تحصد اللقب، وعندك 15 نقطه باقيين ان انت تحاول ان انت بقى لو انت عايز تضرب فيهم نقاط، لكن الاهلي ان شاء الله يحصد اللقب قبل النقطه 77 باذن الله. لو كسبنا بيراميدز قبل زي ما احنا بنقول قبل طبعا في مباراه الدور الثاني، ممكن نحصد اللقب بدري ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى في الفتره دي الاهلي يفنش المرحله دي كويس جدا، حصد اللقب الافريقي وحصد بطوله الكاس وحصد بطوله الدوري باذن الله.